اهلا معاكم ساره. النهارده هعمل معاكم كبد الفراخ بالدقه والثوم والكزبره، ومعاها مكرونه بالصلصه الحمراء. طعمها بجد رائع جدا جدا. يلا على طول نبدا الوصفه بتاعتنا. اول حاجه محتاجين اكيد الكبد، واكيد نكون غسلينها كويس جدا. عصير ليمونه، فص 2 3 4 من الثوم على حسب الرغبه بتاعتكم، بصله متوسطه مقطعينها شرايح، 2 فلفل مقطعين شرايح، كزبره وبقدونس مفرومين ناعم، زيت زيتون او زيت عادي، معلقه خل، ملح وفلفل، كمون، كزبرة، قرفة والجنزبيل. على طول في طاسة سخنة على النار هنضيف فيها الزيت، وهضيف عليها البصل، ونقدر هنا نضيف رشة الملح اللي بتخلي البصل يدبل معانا بسرعة. هقلب كده مرتين تلاتة لحد ما احس كده ان هو بدأ خلاص يدبل. هبدأ اضيف الفلفل واقلب مرتين تلاتة. هضيف الكبد الفراخ بالراحة واحدة واحدة. هضيف التوم واقلب. هقلب لحد ما الاقي ان لون الكبد كله اتغير او اتحول للون اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما تكون استوت هطفي عليها بعصير الليمونة ومعلقة صغيرة من الخل، واقلب كده تقلبتين تلاتة، وبكده تكون كبد الفراخ جاهزة معايا. بعد كده هطفي على طول، ولو في اي مية موجودة تكون شربتها. لو ما كانتش استوت فهزود عليها ربع كوباية من المية. مية طبعا تكون مغلية، بس هي ما بتاخدش معانا وقت خالص في التسوية. وعشان نعمل صلصة المكرونة محتاجين 4 5 طماطميات وسط. انا حبيت هنا ابشرها، بحس كده طعم الطماطم بيختلف شوية من ان احنا نضربها في الخلاط تبقى معانا عصير طماطم، او ان احنا نبشرها، او ان احنا نقطعها مكعبات. مش عارفة انا كده لوحدي ولا في حد زيي. وحطيت عليها معلقة كبيرة من صلصة الطماطم المعلبة، بقدونس وكزبرة مفرومين ناعم، بشر كمان بصلة تكون متوسطة، زيت، وكوباية من مية سلق المكرونة، ملح وما نزودش شوية من الملح عشان احنا مستخدمين هنا مية سلق المكرونة وبنكون ضايفين عليها ملح، معلقة صغيرة من الزعتر المجفف، معلقة صغيرة من الفلفل، معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة، نص معلقة من الكمون، ونص معلقة من البهارات. في حلة على النار سخنة هضيف عليها معلقتين كبار من الزيت. هنزل بالبصل واقلب لحد ما الاقي كده بدأ ان هو يدبل، مش عايزاه ياخد معايا لون. ضفت البهارات عشان حبيت ان طعم البهارات يظهر قوي معايا. هضيف على طول الطماطم مع صلصة الطماطم. هقلب، اغطيها واسيبها لحد ما تكون اتسبكت كويس. بعد ما اتسبكت هبدأ اضيف المكرونة. والمكرونة هنا انا استخدمت ميكس مكرونة الفوزيلي مع المكرونة البنة. هو مش عشان حبا في الميكس، بس دي كانت مكرونة باقية عندي، كمية من هنا على كمية من هنا، بقفلها بوكس محكم في التلاجة وبستخدمها، بحاول استخدمها في خلال يوم او اتنين. هضيف الطماطم المبشورة. بعد ما اقلب المكرونة مع الصلصة، لو لقيت ان هي محتاجة شوية من السوائل هبدأ اضيف من مية سلق المكرونة. هنقلب لحد ما نلاقي ان المكرونة بتاعتنا رجعت تاني فريش. وطبعا لما تتساب في التلاجة شوية بتجمد وتكون اتشربت من الصوص وبقت معانا بالشكل اللي شايفينه ده. رشه من الكزبره بقدونس كده في النهايه، رشه من زيت الزيتون، بتبقى طعمها حلو قوي قوي كده مع المكرونه في النهايه. كده عندنا كبد الفراخ زي ما انتم شايفين، بجد طعمها تحفه 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 جدا جدا. قدمت معاها سلطه خضراء عاديه جدا. وده الشكل النهائي لوجبه النهارده. وبكده نكون ضفنا فيديو جديد لسلسله غدا في ساعه، او وجبه سهله وسريعه باقل مجهود. يا رب تكونوا بتتابعوا السلسله دي وكمان بتستفادوا منها. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده. قبلكم ان شاء الله في فيديوهات جايه وصفات مختلفه، وسلام عليكم.